اللاعب ياغو اسباس. ضاعت الكرة مرة ثانية لصالح عناصر سيلتا فيغو. جول! يا سلام عليك يا بيون سيستو، يفتح مجال التسجيل لسيلتا فيغو. سيلتا فيغو خداع وماكر، سيلتا فيغو خطير، سيلتا فيغو يصنع العجب ويتمكن من فتح مجال التسجيل عند الدقيقة 22. على لمسة واحدة خطأ في التمرير من لاعبي فريق برشلونة، استلمها في العمق سيستو، افتتح مجال التسجيل، يسجل أول أهداف هذا الموسم مع فريق سيلتا فيغو. جول للازرق سماوي. يا تير شتيغن ماذا فعلت، ويا بوسكيتس ماذا فعلت؟ استلام واحد، تمريره ثانيه من اروع ما يكون هذه التمريره من الدنماركي دانيال فاس. سيستو لا يضيع ولم يضيع ويفتح مجال التسجيل تحت ارجل مارك اندري تير شتيغن. سيلتا فيغو جول، برشلونه نول. هدف يشعل المباراة من دون شك، سواء سجل من البارسا أو سجل من سيلتا فيغو. حاول الهدف اللي كان ينقص هذه المباراة من أجل لويس سواريز، لم يتمكن من المرور، ناول انطلاقة صعبة جدا من هناك عن طريق ياغو اسباس. يضيف الهدف الثاني لبرشلونة بعد 7 دقائق منذ تسجيل الهدف الأول. الدقيقة 31 الأزرق السماوي في العلالي يصنع العجب أمام فريق برشلونة، متفوق بهدفين مقابل 0. وينك يا ميسي، وينك يا إنيستا ويا ماتشيرانو ويا راكيتيتش؟ أين أنتم لإنقاذ البارسا اليوم؟ دخلنا الدقيقة 32، البارسا خسر ب2-0 أمام سيلتا فيغو بعد هذه الكرة الرائعة والضائعة من قبل لويس سواريز. لمسة واحدة، كرة واحدة خلف بوسكيتس، وكذلك المدافع جيرار بيكي. تمكن ياغو اسباس من ايجاد المنفذ والطريق لتسديد هذه الكرة في الجهة اليسرى من مرمى تير شتيغن. جول ثاني لسيلتا فيغو امام برشلونة. لم يطرح اي سؤال ياغو اسباس، استلم، انطلق، فتح لنفسه الطريق وسدد وسجل جول. هدفان ل0 لبرشلونة، لسيلتا فيغو امام فريق برشلونة في الملعب الرهيب بالايدوس. وانطلاقه مرة ثانية ياغو اسباس، وصلت مباشرة لدانيال فاس، راح فاس، يوصل فاس، يبعد، جول 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 جول. سيلتا فيغو يسجل ومدافعو البارسا يسجلون ضد مرماهم 3 أهداف في ظرف 10 دقائق. هل هذه برشلونة أم خطافي؟ هل هذا سيلتا فيغو أم الريال من أتلتيكو؟ 3-0 لم يفعلها لا الريال ولا الأتلتيكو بالبارسا. 3-0 في ظرف ربع ساعة لم يحدث من زمان على فريق برشلونة. يا لويس، يا انريكي، ماذا يحدث لك اليوم؟ في ظرف 10 دقائق هؤلاء تفوقوا على أولئك. سيلتا فيغو متفوقين على البارسا بالثلاثية. ما هذه الأخطاء المتتالية والرهيبة؟ من أين لك هذا ياغو اسباس؟ التمريرة من أروع ما يكون من دانيال فو. روعة هذه التمريرة، من أروع ما يكون، مخيطة بالمليمتر. وجيريمي ماتيو يسجل ضد مرماه. لم تكفيهم هموم سيلتا فيغو، زدتهم انت يا جيريمي ماتيو، تسجل الثالث لفريق سيلتا فيغو. الكاسري هدي في نفسه على خط التماس لياخذ مكانه، لم يكن موفقا في كل المباريات التي لعبها. جول جيرار بيكي يعيد الامل لبرشلونة. انيستا الرسام رسم كرة من اروع ما يكون لجيرار بيكي فوق راسه، وياتي الهدف الاول لبرشلونة. هدف اول يعيدنا الى المباراة شوية، هدف اول يعيد الامل الى عناصر فريق برشلونة من جيرار بيكي. اللعبة كم كانت رائعة يا انيستا. بيكي يسبق الحارس ويسجل اول اهداف هذا الموسم. جول لبرشلونة عند الدقيقة 13 من عمر هذا الشوط الثاني. 3-1 صارت النتيجة لسيلتا فيغو امام البارسا. هل البارسا اللي عادت ام سيلتا فيغو اللي تراجعت ام كلاهما؟ المهم ان البارسا بذل مجهود كبير جدا. نعم، سيرجيو بوسكيتس، اللعبة ممتازة، ضربة جزاء
ضرب جزاء يقول حكم المباراة لصالح البرتغالي أندري غوميز، والبطاقة الصفراء ليوغو مايو. كرة القدم فيها العجب، كرة القدم غريبة وعجيبة، وفريق برشلونة يعود في ظرف كذلك 17 دقيقة. يعود فريق برشلونة منذ انطلاقة الشوط الثاني بعد ما سجل هدفه الأول. هيغو مايو يتلقى البطاقة الصفراء على هذا المسك. نعم كان فيه مسك من قبل وسط الميدان الرضوية وعرقلة كذلك من المدافع مايو. ضربة جزاء صحيحة وصريحة صفرها حكم المباراة لصالح فريق برشلونة. بعد 3-0 صارت 3-1. بعد 3-1 هل تصبح 3-2؟ إذا ضيعتها يا نيمار سيخسر البارسا، أما إذا سجلتها فسنشهد نهاية مباراة رائعة ومثيرة. خلينا نشهد مباراة نهايتها رائعة ومثيرة. بادي القدق على نيمار، كان قلق جدا نيمار منذ انطلاقة المباراة. هل سيضيع نيمار؟ نيمار وجول. البراعة والأناقة وبرودة الأعصاب عند نيمار تسمح له بإضافة الهدف الثاني لفريق برشلونة والهدف الرابع لنيمار منذ انطلاقة الموسم. صارت النتيجة 3-2 لسيلتا فيغو أمام فريق برشلونة. 3-0 لسيلتا في الشوط الأول. هل سنشهد 3-0 للبارسا في الشوط الثاني؟ البارسا في واحدة من أسوأ مبارياتها، يعني في الربع في الخمسة في واحدة من أسوأ أشواطها، خلينا نقول ليس في أسوأ مبارياتها، لأن البارسا في هذه ال20 دقيقة. هناك جوردي ألبا في التغطية، رجعت للخلف في انتظار التغييرات التي سيحدثها مدرب. أوبا بابا بابا جول. كارثة يا تير شتيغن، ما لم يكن يتوقع أحد يحدث. كنا نتوقع عودة البارسا على الأقل لتعديل النتيجة، ليأتي الهدف الرابع لسيلتا فيغو. يا تير شتيغن ماذا أصابك هذه الليلة؟ ماذا أصابك لكي تخطئ مثل هذا الخطأ يا تير شتيغن؟ في برشلونة لا نرتكب أخطاء بهذا الشكل، في برشلونة لا نتلقى 4 أهداف، في برشلونة لا نخسر بالأربعة، ولكن الحدث وقع. 4-2 صارت النتيجة. هدية من السماء للاعبي فريق سيلتا فيغو منحها لهم تير شتيغن الحارس الألماني. تير شتيغن يمنح الفريق سيلتا فيغو هدفا رابعا قاتلا. نعم هدف رابع قاتل، يا سلام. صارت النتيجة 4-2 من دون أي مجهود للاعبي فريق سيلتا فيغو. يحدث هذا الأمر وسجل بابلو هرنانديز هدفه الأول هذا الموسم بعدما ضربت في رأسه الكرة ودخلت من هذه الطفاء. دياغو اسباس مع دينيس سواريز، وياغو سواريز، دينيس سواريز يرفع القائمة ثاني. جول جول. بيكي يسجل ثنائي، يا سلام، عند الدقيقة 87 من عمر المباراة. بيكي ينتفض والبارسا تنتفض. 4-3 صارت النتيجة إلى غاية آخر رمق وإلى غاية آخر نفس. يقول الكاتالونيون بأنهم سيصمدون مثلما صمد في هذه الكرة. دينيس سواريز توغل وصمد أمام كل شيء في اتجاه بيكي الذي يسجل الهدف الثالث لبرشلونة. 4-3 صارت النتيجة. 3 دقائق ستكون مثيرة دون شك، الأخيرة من عمر هذه المباراة رغم دخول جوني كاسترو.